إذا صار الظهر يبتدي يصلي. زين، انتهى من صلاة الظهر يصلي العصر، يصلي العصر. هي الآية الكريمة أطلقت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما حددت لصلاة الظهر وقتا ولصلاة العصر وقتا آخر بحيث ما يجوز. نعم، اللي قلنا اللي يريد يتنفل أعطي مجالا للتنفل، وإلا بس خلص صلاة الظهر له أن يصلي صلاة العصر. وبعض الفقهاء قايلين الأفضل أن يعجل، يعني الآن ربما بعض الناس يقول أنا أصلي صلاة الظهر وبعدين بعد ساعة ساعة ونص أصلي العصر. لو سئل ليش هالشكل تسوي؟ تريد تصلي نوافل؟ يقول لا، إذا ما تريد تصلي نوافل قوم صلي العصر، ليش تأخرها؟ اجمع بين الصلاتين، والآية مطلقة ما فيها تقييد، ورواياتنا دلت على ذلك. إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه. وغيرنا أيضا في كتب غيرنا توجد عندهم رواية صحيحة عن ابن عباس يروها، مضمونها يقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصلاتين الظهر والعصر المغرب والعشاء من دون سفر ولا حضر ولا مطر ولا خطر. الآن حتى واحد لا يجي يعترض يقول يمكن كان أكو سفر، مضطرين، خطر، مطر، لا، هي الرواية تقول روايتهم. سئل ابن عباس لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يريد يسهل عليهم. زين، السيد السيستاني عنده الأفضل أن يؤخر صلاة العصر.